السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع، حياكم الله يا متابعيني جميعا. اليوم راح نسوي عجينة البورق على طريقتي كل سهلة، وطبعا مقرمشة راح تطلع وياكم. طريقتها جدا سهلة، حشواتها راح نحشيها لحم وكرفس أو جبن وكرفس ويرهام، كل الحشوات بيها. تابعوني وتعالوا نشوف الطريقة، حياكم الله. راح تكون القياسات مالت البورق. هذا الكوب، اوكي، هذا قياس الكوب 3 من عنده 3 وربع تقريبا. ضفت ملعقتين زيت عادي، هاي القياس مالته ملعقتين هذولا، وراح اضيف رشة ملح، اوكي، هاي موادها ومي. راح نعجن هاي المواد كليتها عجينة قوية، مو عجينة لينة. الثلاث كواب طحين تاخذ كوب مي. راح ادير بسم الله الرحمن الرحيم. هنا كوب تاخذ كوب تقريبا وربع، مرات كوب ونص، كل طحين إلى قياسه. هسه راح نبدي نعجن بسم الله الرحمن الرحيم. عجين عادي بس عجين قوي، يعني العجينة تحسيها قوية، مو لينة، مو مثل مال الخبز. اوكي، هاي هنا نظل هيجي لابسها طبع، وهي اخذت بس كوب ترى، شوفوا كوب، وراح الابس هذا وبعدين احط شوية زيت حتى هذا كله امسحه بيها. بس راح اعجنها، لازم تصير مطاطية حتى تنجح وياك البورق. هنا أنا بعد ما ارتاحت العجينة بهالشكل راح نحطها بالصينية نشنقها. راح نستخدم طحين، وطبعا هذا الزيت هسه اقول لكم ايش راح نسوي بيه او دهن. هسه راح نشنق العجينة، ارتاحت تقريبا 10 دقائق. هنا هذه راح نسوي هيك العجينة بهالشكل حتى نقطعها. تقريبا هي تطلع 9 قطع. نشنقها بهالشكل ونحطها بالصينية. هذه الصينية حطيت لها طحين ونريحها تشنيق عادي. شوف ايش قد تطلع وياك القطع، هذه يعني مساوية تقريبا. سويها انتي، ما بيها قياس القطع او وزن. هنا بعد ما شنقناها بهالشكل راح اغطيها، ضروري تغطيها، نغطيها بهالشكل. اوكي، وهذا الزيت راح استخدمه والطحين راح نستخدمه، كل شغلنا الاساسي بهذا الزيت والطحين. اوكي، هسه راح اتركها ترتاح تقريبا 3 ساعات. هنا رشينا طحين وراح افتح هاي العجينة بهالشكل، خليه طحين فوق وجوا بهالشكل. افتحها، باعوا الحجم مالتها خفيفة، احطها على صفحة وافتح وحدة ثانية نفس الحجم ونفس القياس، يعني الطرف والوسط كلها افتحها عادي بحيث تصير نفس حجم هذه. هسه نجي لأهم مرحلة. هنا هاي راح نحط لها زيت ندهنها. بعد ما دهناها طحين، فتحناها بالطحين احنا، ونكثر عليها زيت بهالشكل. هاي بهالشكل خاصة الأطراف، ونحط طحين كلش هواية نحط بهالشكل. هاي الأولى. نجي للثانية نحط بس زيت، ما نحط عليها طحين. انتبهوا لهاي الخطوة، بس زيت على أطرافها بهالشكل. وش نسوي؟ هذا البيزيت نطبقه على هاي، باعوا بهالشكل، ونرجع ندهنها زيت
نمليها زيت لا تخافون تطلع وياكم حلوة، وهمين نرش عليها طحين. وبهالشكل اسوي اني 4 طبقات زيت وطحين واطبقها. هسه راح افتح بعد وحدة بهالشكل، افتحها بالشبك واحط عليها زيت واقلبها على هاي الصفحة. 4 وحدات نسوي 4 شنق، وبعدين اشوفكم شو نسوي. هسه بعد ما طبقنا 4 باعوا 4 هن 9 طلعان، راح ابدي اسويها بالطول بهالشكل، افتحها وارجع اقلبها بهالشكل. لا تخافون بيها زيت ما راح تلزق وما راح هذا، وبيها طحين بهالشكل، وارش طحين عادي، رش طحين واشتغلي حتى زيت ما يضوجك. سويها مستطيلة شلون تشتريها من السوق مكيسة. اظل افتح بيها واخففها. هذولا 4 وحدات 4 شنق بهالشكل. اظل من الوسط واسويها بهالشكل واقلبها بهالشكل. باعوها حاولي تسويها بالطول مستطيلة، هيك احنا راح نقصها بس حتى تطلع وياش قطع البرق مثل المثلثات او مثل الرول تلفيه نفس ورق العنب. حطي طحين وافتحي بهالشكل. وراح نطبخها. طبعا انا هسه محمية صينية هسه اشوفكم اياها، ماكو الستوي مالتها يصير تقريبا 3 دقائق. هاي هيجي باعوا اخذها عرض وطول بهالشكل. هيجي خلصنا. ايش قد ما تقدري خففيها تطلع عطيه. هاي خلصنا. هسه راح احطها على هسه الصينيه اللي انا محميتها على الطباخ. هسه اشوفكم اياها. وهنا أنا بعد ما حمت الصينيه هاي حطينا العجينه عليها بهالشكل، وراح اقلبها. والنار كلش ناصيه، اخر مرحله من الناصيه عند الطباخ، لا تخليها عاليه حتى لا تستوي تصير خبز. راح ابدي هسه اقلب بيها. الصينيه حاره على طول اقلبها بهالشكل، تاخذ حراره تحسيها اخذت حراره. اني منصيه النار على كلش. باعوا اظل اقلب بيها بهالشكل. لا تخافين تستوي بسرعه، هي 3 دقائق. باعوا شوفوا هاي شلونها هسه استوت. هاي من النار قرب الكاميرا. باعي هاي استوت هيجي. اظل اقلب بيها بهالشكل. اشوف ياهو هذول الاطراف بعدهم ما ناشفات، ناصيه هي النار على راحه، لا تستعجلين عليها. هي من هسه تورقت. باعوها قربك هذه شوفوا من هسه هي تورقت. هنا اني غيرت الصينيه لان هذيك كانت كلش يعني ثقيله. فد مره غيرتها للصينيه هاي عندي مال الشوي، ولانه عندي كميه انا قاعده اسويها عندي اوردر. شوفوا شلون، شوفوا هنا نشفت بهالشكل. باعوا شلون استوت. هسه راح اقلبها. لازم تنتظريها تنشف. هاي كليتها هاي تنشف، يعني ما تظل بيها رطبه بزيت او طحين. هي هاي شغلها هيجي. باعوا شوفوا شلون. خل اشوفكم. باعوا يعني قبل لا تبرد عندي ممرقه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. باعوها شوفوها قبل لا اقصها هي ممرقه وهي على النار لان نشفت زين. هاي هنا باعوها شلونها طلعت ممرقه وحدها. ما عليكم بهذا الطرف راح ينقص. هسه راح اقص هذا الطرف حتى اسويها مستطيله، وهذا الطرف مقصه حتى نقدر نتحكم بيها، وهذا الطرف همينه حتى تصير مستطيله نفس مالت السوق تشتريها. هذا راح نقصقصه ونحطه باكياس ونخليه يعني نستخدمه للفتوش نقليه بالزلاطه. وهاي هنا هم نقصها. هنا راح نقيس
ايش قد هي شو اسمه، نقيس 4 اشبار ونقص. اوكي، نحط هاي حتى يطلع كله نفس الحجم، همين 4، وهذه هنا. هاي راح اخليها عريضة اني، ليش؟ على مود اسويها رول، اسويها هيجي واسويها رول عادي مو مشكلة. هسه باعوا واحدة قامين هذا ينفتح، قرب الكاميرا، باعوا شوفوا ما شاء الله، اللهم صل على محمد. باعوا وحدها تنشلع قامت، شوفوا باعوا، شوفوها شلونها باعوها. هواي طلبتوها من عندي. هاي هي عجينة البورق. طبعا هسه راح نحطه باكياس، راح تحطيه بالمجمدة، يا اما محشي يا اما عادي تحطيه. وهذه سوت 45 قطعة ال3 كوابة، يعني بركة. هسه راح اعلمكم شلون تفرزوه. هذا نحطه بهالشكل بالكيس، باعوا نسقطه ونستخدمه برمضان بالمناسبات. باعوا نحطها بهالشكل. اني ما اريد افرزها، اريد استخدمها، فدا اعلمكم يعني. ونحط شي ونسده بهالشكل. اوكي، ونحطه بالفريزر هيجي. وهنا اني تحبين تسويها عريضه مثل اللي نشتريها. باعوا هاي سويتها عريضه حتى مثل الرول تصير بهالشكل. انا هسه راح اسوي حشوه واشوفكم شلون نلفها. هسه هذه للتفريز بهالشكل، وراح نشوفكم هذا الزايد راح اقصه واحطه بكيس هم افرزه للفتوش. وهنا أنا هذا الاطراف اللي قصيناها راح نسويه للفتوش. نقطعها يعني ما ندب شي، نقليها للزلاطه للشوربه مالت العدس يعني برمضان همينه. هذا باعوا نحفظه بهالشكل، نفرقه ونجمده. وهسه راح نتعلم شلون نلف. باعوا هاي سويتها انا عريضه على مود اسويها مثل هذه. انا هاي مفرستها يعني سويتها البارحه وجبه. وهنا انا ما عندي هسه يعني لحم وعندي جبن لان البارحه كلها سويته. راح نسويها بهالشكل. اوكي، ونلفها هيجي وهيج، ونحط هنا هذا اللاصق، هذا طحين ومي، ونلفها بهالشكل. اها باعوها. هاي وحده. خل اشوفكم هذه اللي راح نلف المثلثه. اوكي، نلفها بهالشكل اول مره، بعدين نجيبها بهالشكل، نحط هذا هنا اللاصق اللي هو طحين ومي قلنا. صارت عندي مثلثة، وراح احشيها بهالشكل. احط بيها جبن، قد ما تردين تحطين حطي عادي، مليها كل ما ملت تصير طيبة. هاي هيجي، ونجي نلمها بهالشكل ونحطها هيجي، ننزلها هنا. تردين تفوتيها جوا بعد انتي وذوقك، شوف شلون تحطيها. هم تحطي لها لاصق هنا، هذا بهالشكل، هذا هيجي يعني رسبيها انتي. شوفوا هاي الثانية اللي سويناها على شكل عريضة يعني مو رول. هذا الثاني. هاي هي طريقة اللفة. اشوفكم شلون نقلي. وطريقة القلي مالتها كل سهلة. سخنا الزيت وحطيناها والنار وسط.
بسرعة تستوي. شوفوا التحمير انتو يعني حرين بيه، شوفون شلون تريدون تحميره. عجينة ولا اروع من هيك، تخبل ونظيفة واقتصادية. واحنا عندنا تقريبا بامريكا غالية، الكيس مالتها 12 وحدة تطلع عندنا ب$4 3.99 يعني هيك تقريبا. فحبيت يعني اسويها بالبيت، ولانه انا ابيع فما يصرف لي هذا اشتري من برا. هنا بعد ما قليناها شوفوا شوفوا ما شاء الله، شوفوا الخفية مال العجينة، شوفوا. وهذا شوفوا القرمشة، اسمعوا القرمشة، اسمعوا شوفوا. يلا سوونا شير ولايك. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.